نقاشات وجدل محتدم بين الصحفيين والحكومة الصومالية إثر عرضها قانونا للصحافة. الحكومة الصومالية تقول إن القانون الجديد يأتي في سياق تنظيم الحياة السياسية والاجتماعية في الصومال بعد سنوات من الفوضى غاب فيها صوت القانون، ودعت الصحفيين إلى إبداء آرائهم به قبل عرضه على البرلمان للتصديق عليه. نرى أن من حق الإعلاميين أن يساهموا في هذا القانون قبل عرضه على البرلمان، وهذا بكل تأكيد سيثري القانون ويجعله مقبولا لدى كل الأطراف المعنية. غير أن تطمينات الحكومة قابلها كثير من الشك والارتياب والتحفظ من جانب الصحفيين الصوماليين، فالقانون الجديد برأيهم يحتوي على بنود فضفاضة، مثل فرض عقوبات على كل صحفي ينشر أخبارا أو يسرب معلومات تهدد أمن الدولة دون تحديد المقصود بأمن الدولة، كما أن النفي صفة الصحفي عن كل من لم يعمل في مجال الصحافة لأكثر من 12 سنة يعد برأيهم تعجيزا. حقوق الصحفيين ليست واضحة في هذا القانون. المداولات تقتصر على مجموعات معينة في مقديشو بدفع من وزارة الإعلام، مع العلم أن هذا القانون سيؤثر على الإعلاميين في عموم الصومال. ولعل توجس الصحفيين من نية الحكومة طرحها هذا القانون يعود إلى العلاقة المتوترة أصلا بين الطرفين في الآونة الأخيرة، فالاعتداءات المتكررة بحقهم تمر دون محاسبة، كما أن وعد الحكومة بكشف من يقف وراء اغتيالات الصحفيين ما زال حبرا على ورق كما يقولون. هي إذن عقدة عدم الثقة بين الطرفين، ولعل الأهم أولا برأي البعض هو ترطيب الأجواء بين الجانبين والانتقال بعدها لمناقشة القانون بما يحفظ الحقوق ويرسخ روح المسؤولية. شامع نور، الجزيرة، مقديشو.